كل ده موجود يتراوح من 60. طبعا ان اي مهرجانات مفيده لدعم الصناعه ودعم الانتاج ودعم التصدير ودعم ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور. وده اللي حصل في النسخه الخامسه، وضحت تماما على الناس ان في وعي للمستهلكين وايضا وعي للنحالين، وزياده في الصادرات واضحه جدا المسؤولين اقروا بيها. كمان عندنا رفع جوده المنتج، لان احنا لما بيبقى فيه تنافس بيبقى فيه زياده في المنافسه في الجوده يعني. طبعا بندور على كل الاساليب الحديثه اللي موجوده في العالم عشان نحقق اعلى انتاجيه واعلى جوده، وده برضك الحمد لله بنقدر نوصله للناس عن طريق المهرجانات. ايه راي حضرتك في اهتمام الدوله الفتره اللي فاتت في العسل والنحالين؟ نقدر نقول بنسبه يعني 10%، انما ان شاء الله عندنا طموح ان هم لان هذا القطاع ما كانش له اهتمام اصلا خالص في يوم من الايام ولا حد يعرفه. فالنهارده لما نقول 10% حلو يعني. فان شاء الله في السنين القادمه هيبقى في كيانات لتنظيم مهنه نحل العسل، سواء كيانات حكوميه او كيانات للمجتمع المدني، واعتقد ان كل ده هيعود على المستهلك بالنفع والخير، لانه هيرفع من جوده المنتج. عن مشاكل النحالين ايه؟ ارتفاع سعر السكر. ارتفاع سعر السكر وعدم وجود منظمات تقدر تجيب السكر وتوزعه على النحالين. على فكره سهله، احنا ممكن نحل المشكله دي بالنسبه للنحالين، ولكن المفروض ان يبقى النحالين دول ينضموا الى كيان. نقوم احنا رايحين البنك جايبين فلوس شاريين السكر ونديهم السكر على فترات زمنيه يعني بالاجل. وده الطريقه اللي كان بنحل بيها مشكله النحالين على مدار سنوات طويله يعني، مش النهارده بس، من عشرات السنين. لما بترتفع المستلزمات او الخامات اللازمه للصناعه احنا بنتدخل نقدر نقول كبراء المهنه بتاعتنا يتدخلوا بدفع الاموال لشراء السكر وتوزيعه على النحالين، وشراء الشمع وتوزيعه على النحالين. النهارده احنا بقى مش عايزين بقى الموضوع بتاع زمان اللي هو الناس الكبار هي اللي تشتري وتوزع. احنا عايزين منظومات الناس تنضم لها زي الجمعيات، وبالتالي هي الجمعيه هي اللي تشتري وهي اللي توزع وهي اللي تلم الفلوس تاني، يعني العمليه تبقى منظمه اكتر يعني. تنصح الناس بايه عشان يعرفوا فايده العسل ايه؟ اللي ما يعرفش فايده العسل ما ينفعش انصحه. يقرا القران. يقرا القران، فيه شفاء للناس. كان حاجه حلوه بتسلط الاضواء على قطاع من قطاعات الزراعه اللي مش متسلط عليها الاضواء اساسا، بس المفروض يعني دي خامس مره يتسلط عليه الضوء. كان في مرات وزير الزراعه بيجي، المره دي كان وجوده طبعا لو كان جه كان الضوء اتسلط اكتر. مهم جدا حاجه زي كده الناس تعرف ايه الفرق. الناس في الاول ما كانش تعرف ايه الفرق ما بين العسل الاصلي والعسل المضروب، فبداوا يتذوقوا يمشوا في حاجه زي كده، مهرجان زي كده بداوا يتذوقوا الاعسال دي. بداوا من خلال تذوق مره في مره يبداوا يميزوا ايه العسل الكويس من العسل اللي مش كويس يعني. ده اللي عايز اسال حضرتك عنه، ازاي انا اعرف ده العسل الطبيعي والاصلي وده عسل؟ هو كمستهلك يعني شويه صعب، بس من خلال المهرجان انت بتمشي تدوق، فانت اكيد يعني من هتدوق مره 2 3 10 هتعرف تقول لا ده شكله عسل، حتى على الاقل انه مريح في الطعم. تبدا تميز الايه، تبدا من خلال التذوق تبدا تميز. بس بقى في بقى الحاجات التانية، التفاصيل بقى التحاليل، ولازم يكون حد خبره في النحل عشان يعرف ايه التميز يعني الادق يعني. في نسب السكروز، في ينفع مريض سكر ياكله ولا لا كده يعني. في ناس كانت عندها فكره ان العسل لو اتجمد يبقى مش طبيعي.
والله بس ده هو يعني كله برضو بيقول لك مثلا العسل المرمل ده كويس، موضوع طويل وموضوع برضو ايه، هنتوه الناس اكتر ما هم منتهين على فكره في النقطه دي. العسل 3 درجات. اول درجه عسل درجه اولى. عسل درجه اولى ده ممكن يرمل وممكن ما يرملش. طب عسل درجه اولى ده اللي هو تحليله من 1 سكروز ل 5 سكروز. من عند 0 سكروز ل 1.5 سكروز ده احتمال كبير مش هيرمل. طب لو ما رملش مش هيبقى طبيعي؟ لا ده طبيعي وعسل درجه اولى 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 جدا يعني. طب من عند 1.5 حتى ال 5 سكروز عسل برضو درجه اولى وهيرمل. طب من عند ال 5 سكروز في 10 سكروز ده عسل درجه ثانيه. فموضوع الترميله ده برضو هنلخبط الناس اكتر ما هم متلخبطه يعني. ففي الاخر الخلاصه بتشتري عسل من مصدر ثقه وخلاص، مصدر ثقه يعني، عشان ما تلخبطش اكتر ما انت متلخبط يعني. ايه افضل انواع العسل اللي تنصح الناس فيها؟ والله الاعسال كلها مقربه لبعضيها في تحاليلها، في نسب العناصر بتاعتها. بيختلف من عسل لعسل عنصر بسيط، مش كتير في اختلاف. المهم اهم حاجه يكون عسل مصدره رحيق نحله، ويكون عسل مش متغذي على رحيق على سكر يعني. شكرا.